خدعة عبقرية مع الأرز يجب أن يعرفها الجميع. ابدأ بوضع مصفاة شبكية دقيقة فوق قدر كبير من الماء المغلي على نار متوسطة. بعد ذلك أضف كوباً من الأرز غير المطبوخ 240 مللتر في المصفاة، واترك الأرز يتبخر حتى يصبح طرياً. انقل الأرز وهو لا يزال ساخناً إلى محضر الطعام أو الخلاط. أضف صدر دجاج مقطعاً إلى مكعبات صغيرة واخلط كل شيء جيداً. انقل هذا الخليط إلى وعاء متوسط. أضف بيضة كاملة، ملعقة صغيرة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم، ملعقتين كبيرتين من دقيق القمح، وملعقتين كبيرتين من الحليب كامل الدسم. اخلط كل شيء جيداً حتى تحصل على خليط متماسك وناعم. باستخدام ملعقة كبيرة خذ كميات صغيرة من هذا الخليط وشكلها على شكل قطع. سخن مقلاة كبيرة مليئة بالخضروات. سخن الزيت على نار متوسطة. أقل قطع الدجاج على دفعات حتى يصبح لونها ذهبياً من الخارج ومضغة جيداً من الداخل. الوصفة جاهزة. إلى اللقاء في الوصفة التالية. مع السلامة.